السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتم شايفين ده كرسي كان قديم ماشي، فاحنا حولناه لموديرن. طبعا ديت كانت الراس بتاعته فقطعناها عشان خاطر يبقى موديرن. طبعا احنا قطعناها بس سيبنا العصب فيه وشغالين عليه، يعني ما ضعفناهوش. ديت بس الزيادة اللي هي بتبقى محطوطة كرغلة ومعمول فيها النقش بتاع الخشب بتاعه ماشي، وفي نفس الوقت ما يبقاش عالي كده، بقى في المستوى المعقول نفس الشغل المودرن. طبعا بقى سادة في ايدينا اللي احنا نعملوه تشييش، اللي هو تشريح يبقى على قطعتين، وممكن يتعمل كابتونيه نغز كبيرة عشان خاطر ده لو اتعمل حاجات صغيرة هيبقى ياما قوي وبايخ قوي. فده هيبقى بتاع حوالي 3 صفوف ليه بيقولوا عليها بقلوات. طبعا ده كده الشكل النهائي بتاعه. طبعا هيبقى فيه لسه حاجات ولسه فيه البطانة بتاعة الظهر بتاعه كده كان كله موبيليا، لسه طبعا هيتقفل. الخشبة طبعا اللي طالعة منه هي ممكن تتحط كده وتدي شكل ماشي بعد ما تتلمع والكلام ده، لكن لما هتيجي تتربط هتبقى عصبها ضعيف. فلو حد حابب يعني ممكن تتعمل بنفس النظام. لكن كده الشكل بتاعنا مودرن. طبعا هوريلكم ده الشكل النهائي بتاعنا. هوريلكم بقى الكرسي وهو لسه بيتعمل ماشي. زي ما انتم شايفين كده ده الظهر ماشي. طبعا هو كان وشه المفروض كنت جبته لكم من البدايه. ده كان وشه الوش بتاعه. طبعا كان كله موبيليا. طبعا حطينا سفنج 5 سنتي وعملنا البطانه بتاعتنا والفايبر بتاعنا ماشي. ده كده السفنج بتاعنا حطيناه 5 سنتي. طبعا كده حطينا القماش بتاعنا دخلناه من تحت الخشب دوت ماشي عشان خاطر نطلع بالظهر بتاعنا ماشي. احنا هنا عدينا القماش وكده بندبسه عشان خاطر نطلع بالظهر القماش. زي ما انتم شايفين كده دبسنا نلف الكرسي بتاعنا ونوسطن القماش ماشي. بعد كده نبتدي من المنتصف ونسحب القماش. طبعا ده لازم يبقى فيه شد، ميبقاش على الخفيف، لازم يكون مشدود. بعد كده ندبس ورا. بعد كده نيجي من الجنب ونسحب القماش الزيادة بتاعنا عشان ميبقاش فيه الكسر دي ماشي. ونسحب من تحت. طبعا هنيجي هنا مش هنكمل للاخر عشان هنا هيبقى فيه التقفيل بتاعنا ماشي. هنيجي هنا نسحب نسحب القماش الزيادة ده كده ونسحب على فوق. اي تنجيد اما بنيجي نبدأ من النص لازم نسحب كده ونطلع على فوق، يعني الجنب بتاعنا نسحبه كده طالما احنا ماشيين كده، وفي نفس الوقت نرفع فوق عشان يبقى كده الشد من الجنبين. وهنا الناحية التانية نفس النظام.
واحنا شغالين الايد ديت ما بتحسسش كده وخلاص، لا بتشوف ايه العالي والواطي عشان يبقى القيمة كلها بسوى واحد. كده احنا خلصنا اللي فوق، هنيجي بقى نشتغل في الجنب. ماشي، نجيب الكرسي كده زي ما انتم شايفين، خشب باين. طبعا لازما نغطيه. احنا ممكن اللي بدأ معايا في الفيديو بتاع القعدة يعرف انا اشتغلت ازاي، فهشتغل نفس النظام في الظهر. الظهر هو عظم اهو، فهنحط راقة فايبر بس على الخشب والسفنج، او على الخشب بس، نثبته. نسحب القماش بتاعنا، نبتدي من التلت اللي تحت. ماشي، ونسحب من النص، نص الكرسي. ماشي، نص الكرسي نسحب على تحت عشان هيبقى فيه هنا كسرة عايزها تبقى صغيرة. كده انا عملت لنفسي قيمة. القيمة دي اللي هي الغطسة بتاعت السحبة اللي انا عملتها. الغطسة دي همشي بقى، او السحبة ديت او القيمة دي همشي عليها كل الجنب بحاله. ماشي، يبقى انا بعمل لنفسي قيمة امشي عليها، مش انا بشد وخلاص، لا كده. واشوف بعينيا سوى واحد وايدي بالاحساس العالي والواطي واشتغل. زي ما انتم شايفين كده. والجنب هنا ناخده للاخر على طول. فاضل هنا ديت هشطبها دلوقتي. هنيجي هنا عند اهم حاجه، هنسحب القماش كده. ماشي كده بقى اخره. هنيجي كده عشان خاطر نريح القماش من الزاويه كده، ونيجي جاي قاصص. بس عايزه تاني زي ما انتم شايفين. طبعا هنا في قيمة فاضية، احط فيها حتة فايبر لان دي خشبة فوق، لان ده معدل ما تنسوش. بس برضو مش معنى اللي هو معدل ان احنا هنعمله اي حاجة، لا طبعا. ونعمله شكل كده ونسحب القماش بتاعنا. كده خلصنا الجنب ده. ناخده الزاوية ولا نخلوها الاخر؟ نخلوها الاخر. ناخده الجنب التاني. نفس النظام الناحية التانية، بس انا بجيبه لكم ليه؟ عشان خاطر هيبقى فيه سحب فيه وشد في القماش عشان تعرفوا هو بيتسحب ازاي. نحط الفايبر بتاعنا.
وهنيجي من التالت زي الناحية التانية ما عملنا كده بقى، نسحبه الزيادة كلها. يعني انا كنت بجيب من النص من الناحية التانية، دلوقتي انا بجيب من الاول للاخر. ونجيب قيمة هنمشي عليها، والقيمة ديت نفس القيمة اللي هتبقى او اللي كانت هناك اللي هنمشي عليها. كده وصلنا للاخر الخشب فوق، لسه ناخده اللي تحت دي ونريحه القماش بتاعنا. نحط حتة الفايبر عشان القيمة اللي جوه. كده خلصنا. نيجوا بقى هنا على الزوايا، هنجيب المقص بتاعنا، نشيل الودن دي انتوا شايفين كده، زيادة القماش. واهم حاجة الزيادة اللي جوه دي في الداخل لازم تتشال عشان خاطر متعملش تركيعة جوه. بعد كده نعمله الكسرة الجميلة بتاعتنا. كده احنا خلصنا الزاوية دي. نعمله الزاوية دي السريع اللي ما شافش التانية يشوف دي. اهي شوف الزاوية، نشيله اللي جوه ديت كلها، اللي بره ديت لا طبعا عشان هي اللي هتغطي على الزاوية كلها. هندخل الزاوية دي كده نلبسها، هتطلع معانا الكسرة دي زي ما انتوا شايفين كده. نشدها كده خلصت. الكرسي بقى موديل. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش اللايك والشير وكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.